مفيش أحلى من الزمن لما يدور ويكشف المستور ويجيب حق مصر لحد عندها وهي حاطة رجل على رجل كده ما حركتش صباعها. بيقولك إيه بقى يا سيدي؟ في فضيحة هزت الرأي العام الإسرائيلي بعد القبض على 2 من أكبر مستشارين النتن والأقرب ليه، يوناتان أورخ والتاني اسمه إلي فيلدشتاين. الجوز دول مستشارين للنتن ومن أقرب المقربين ليه. تم القبض عليهم في قضية سميت إعلاميا في الداخل الإسرائيلي باسم قطر جيت. ليه سموها قطر جيت؟ أكيد لأن قطر متورطة فيها، معروف. عملت إيه بقى زفتة الطين قطر؟ قدمت رشوة لجوز المستشارين دول بوساطات أمريكية بقى ورجال أعمال وناس جامدين قوي، خلاص، علشان خاطر يعملوا حاجتين: يكبروا في الدور القطري في المفاوضات ويقولوا ان يعني قطر دي بقى ايه، شبح الحته، البت الجامده اللي مفيش منها، ويقللوا ويقوضوا من دور مصر في المفاوضات، ويبتدوا يطلعوا اشاعات في الداخل الاسرائيلي ان مصر هي اللي بتبوظ بنود الاتفاق، ان مصر هي اللي عايزه تخش معانا حرب، ان مصر هي اللي عملت 7 اكتوبر، ان مصر ان مصر ان مصر، بحيث ان الاخبار لما تتكتب في الجرايد ساعتها هتتكتب ازاي؟ نقلا عن مسؤول اسرائيلي كبير، نقلا عن اسرائيلي عظيم، فتتناقلها كل الابواق الاعلاميه وكل شبكات الاخبار الاعلاميه على انها من الداخل الاسرائيلي ومن مسؤولين مهمين. فطبيعي ساعتها ان الكلام يبقى له مصداقيه، في مسؤول طلع قال الكلام ده يا جماعه. القضيه دي بقى متورط فيها ناس كتير قوي، منهم رؤساء تحرير جرايد من الجرايد الكبيرة جدا، في منهم كمان إعلاميين متورطين، ووصل كلام كمان إن النتن نفسه متورط. النتن طلع قال لك لا، ده انقلاب إعلامي عليا، انتوا بتنقلبوا إعلاميا عليا، ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ وساعتها راح رافض رئيس جهاز الشباك. رفضوا ليه بقى؟ لأن الراجل أصر إن هو يكمل التحقيقات في القضيه دي، رغم ان النتن قال له سيبك من اللي في ايدك ده يا اخويا دلوقتي وخلينا نركز في المهم. مهم ان الاسامي اللي متورطه كتير جدا، وتحاول تدور بقى على مصادر للاخبار دي علشان تجمع داتا. يعني انا بقالي 6-7 ساعات بحاول اجمع داتا عن الموضوع ده. الداتا كلها جايه من مصادر اسرائيليه، دنيا مقلوبه عندهم ومتدرمغه. البي بي سي اتكلمت على استحياء، بعض الجرايد الامريكيه على استحياء، بس تيجي مثلا تبص على الجزيره تحاول تشوف مثلا كتبوا حاجة عن الموضوع، إن شاء الله يا رب ينفوا عن نفسهم تهمة دي، بس نشروا خبر مهم قوي الصراحة. معروفة طبعا الخبر ده أهم مليون مرة من إنهم حتى يطلعوا ينفوا عن نفسهم تهمة بالدناءة والقذارة دي. ما هي العربية النقل اللي اتقلبت في مصر دي أكيد أهم مليون مرة من فضيحة الرشاوي اللي متوجهة ليهم. طبعا محدش سامع حس كل دلاديل قطر وكل المطاريد، محدش سامع صوت ترتل ولا الرعاشة ولا معدمكش، محدش سامع صوتك يا أسامة يا جويش، محدش سامع صوت حد خالص، كله مخنوس وخان اللي هيتقطع عنهم المصروف من ولي نعمتهم. ما هو برضو الموقف صعب، هيقيفوها ازاي دي؟ هيقيفوها ازاي؟ يعني هيعرفوا يجيبوا مثلا عيل فلسطيني زي العيل دوت كده يقول ان المناورات القطريه مع الاسرائيليين ده دهاء ومكر يا اخويا، وهننتصر، وهيروح يصلي في القدس بقى. تمتم اللي مش عارف يصلي في قاعده العديد اللي جنبه هيروح يصلي في القدس يا اخويا. امال طبعا تتقيف ازاي دي برضو؟ وكل الاخبار بتقول ان قاعده العديد دي كانت بتقوم بدور مهم قوي 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 في الحرب على غزه. المشكله بقى انك لما تقعد تدور في الاخبار وتقرا وتشوف التفاصيل بتاعت الفضيحه دي كلها هتكتشف ان انت قدام شبكه كامله متكامله، فيها مستشارين امريكيين، فيها رجال اعمال، فيها شركات، كلها قايمه بنفس الدور، وكلها بتمويل ورشاوي قطريه نكسه، لجان الكترونيه، ابواق اعلاميه، فلوس بالهبل ورشاوي بالهبل بتدفع بس عشان يشوهوا مصر. والله يا ابو شبشب انت لو كبير بجد مش محتاج تدفع جنيه عشان تحسن صورتك، مش محتاج تدفع ملايين عشان تشوه دور مصر. ده لو انت كبير يعني، يا كحيان يا عدمان يا صدمان يا خاين يا متآمر يا ملعون في الارض والسماء. انت فاكر ياض انك لو دفعت ملايين الملايين ده هيقلل من دور مصر؟ صحيح، ما تخافش من الهبلة، خاف من خلفتها. صدق اللي قال السياسة نجاسة بتخينا نتعامل مع أنجاس، بس يا أخي اللي في القلب في القلب، وهتفضلوا العدو طول العمر.
وهتفضل مصر شوكة في حلقكم، أتب في ظهركم، وهتفضل مصر ستكم اللي معلمة عليكم، وهيفضل السيسي راجل شريف في زمن عز فيه الشرف. يا معدومين الشرف، اجري ياض، اجري ياض يا ابو شبشب، يلا كمل المناورات مع الاسرائيليين، يلا اجري اجري، وروح دور على نملة اتكعبلت في مصر هنا عشان تنشرها بالبنط العريض. تنساش ياض ما حذرنا من سنين من اللجان اللي بتشتغل وقلنا ما تنشروش الاخبار دي، محدش صدقنا. بس دلوقتي كله بيتفضح، كله بقى على عينك يا تاجر، واللعب بقى على المكشوف. فوقوا بقى، فوقوا، اعرفوا قيمة بلدكم، ده بيدفع مليارات عشان بس صورتها تتشوه. يا اخي تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر 1000 مرة، ويسقط اللي خانوك يا مصر.